السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ احنا يا جماعة قلنا هنقسم مواضيع المفاصل كلها اسئلة واجوبة ناحية الايه الهدف على طول. انا دكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. احنا الفترة ديت هنتكلم عن مفصل الركبة، انواعه بقى كل حاجة فيه. المفصل الصناعي الاولي، اول حاجة اللي هو اكتر من 90% من الحالات بنركبه. الدواعي بتاعته ايه؟ بس يا جماعة لازم يبقى درجة الألم ما بتنيمش بالليل، يعني مش ألم عادي، يعني ما ينفعش يبقى أي ألم، شوية ألم يبقى احنا هنركب مفصل عشان الأشعة تعبانة. ولو أخدت بالكم الأشعة تعبانة دي أنا حتى ما حددت لكمش درجة أولى ولا تانية ولا تالت، الكلام دوت ما بقاش بيفرق. أي نعم هو محتاجين إن الأشعة تبقى درجات أعلى شوية، عالية شوية، بس لو أنا عندي الأشعة تعبانة قوي والركبة بالطاقة وما عنديش ألم والحركة معقولة، أنا مش هركب مفصل. يبقى أول حاجة ألم ما بينيمش، دي أهم حاجة. تاني حاجة بعديها الحركة أقل من المطلوب. أقل من المطلوب ديت كل واحد على حسب الطاقة بتاعته، يعني من واحد لواحد بتختلف. طيب الأشعة تعبانة، أنا ما جبتلكش سيرة الدرجة بتاعتها قد إيه، فبلاش السؤال اللي أنا ما أعرفش إيه الهدف منه، هو أنا من الدرجة الكام. 3 حاجات محتاجين جنب بعض، كل ما ال3 دولت يبقوا موجودين بقوة، يعني درجة الألم عالية قوي، الحركة ضعيفة جدا، والأشعة تعبانة قوي، المريض ده بيستفيد استفادة غير طبيعية. وبينطبق المصطلح بتاع إن تغيير المفاصل، أنا بتكلم على الركبة والحوض تحديدا، أنجح عملية عظم، يعني هي دي أنجح عملية عظم عندنا. صحة حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.